السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأفضل حال ان شاء الله. معاكم نسمة من قناة نسمة في المطبخ. فيديو النهاردة بقى فيديو مختلف، فيديو جميل، عيد الأم في زمن الكورونا. يا ترى بقى هنعمل ايه في الفيديو ده؟ أول حاجة عايزة أقول لكم ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنزل اروح لحماتي. المفروض ان خلاص بقى في اجازة، والنهارده الخميس، الساعة دلوقتي 11:30 اهي. هنزل اروح لحماتي. انا كنت جايبه لها هديه في الفيديو، وصورتها معاكم كمان في فيديو. بس ما قلتش ان دي هديه، ولا قلت ان دي بتاعتها، ولا اي حاجه، ولا جبت سيره حاجه. انا ما قلتش سعرها بس في الفيديو. في ناس كتير ممكن تكون خمنت ان هي دي ممكن تكون هديه، وممكن تكون هديه كمان عيد الام. المهم هوريكم دلوقتي الهديه هنحضرها مع بعض. عايزه اقول لكم حاجه، الهديه انا بجيبها بشوف الشخص اللي قدامي محتاج ايه، وبجيب له الهديه على كده. تمام؟ يعني ايه اللي ناقصه، ايه اللي نفسه فيه. يعني انا بفضل السنه كلها بسمع مثلا منها، او ببقى معاها في مكان بتدور على حاجه او عايزه حاجه او نفسها في حاجه، فانا ببقى ايه، بركز بقى في كل ده طول السنه، وبعرف بالظبط اللي هي نفسها فيه، وبناء عليه بصراحه بجيبه. لو الحاجه بتبقى كبيره عليا قوي بشترك انا وجوزي وبنجيبها. لو الحاجه خفيفه كده زي بتاعه النهارده ان شاء الله، بس هي كان نفسها فيها بصراحه، فدي انا ايه بكون بجيبها يعني من ايه، من عندي. المهم علشان الناس اللي هتسأل طب انت جبت لمامتك هدية ايه؟ بصوا، انا حماتي جبت لها الهدية اللي انا هحضرها معاكم دلوقتي ان شاء الله. ماما بقى انا كنت في البلد تقريبا كده من اقل من شهر، يعني تقريبا من اسبوعين او 3 اسابيع كنت في البلد. ناس كتير منكم تعرف ان انا متجوزة في القاهرة، بس اهلي هناك في البلد وكده. فجبت لماما ايه، بصراحة مش انا لوحدي اللي جبت لها، كنت انا واخواتي وجوزي. احنا كام؟ انا وانتي ومحمد وجوزي، احنا 4. احنا الاربعه اشتركنا وجبنا لها هديه هتشوفوها دلوقتي، هوريكم الصور بتاعتها. جبنا لها ديب فريزر، لان هي كان نفسها في ديب فريزر. ماما ما بتقولش نفسها في ايه، فالفكره كانت فكره حماتي، ربنا يديها الصحه يا رب. هي قالت لنا احنا كنا عايزين نجيب لها مثلا حاجه ذهب، معرفش ايه كده. راحت قالت لنا طب انا هقول لكم على فكره حلوه، طب ما تجيبوا لها ديب فريزر. هي ماما عندها تلاجتين، يعني عندها التلاجات، بس برضو ما بتاخدش، بتبقى برضو الفريزر بتاع التلاجة صغير. فبصراحه الفكره كانت جميله. واحنا لما كنا هناك في البلد انا واختي والهام بنت عمي كمان، لفينا في كل اسمهم ايه، بتوع الادوات المنزليه، بتوع الادوات الكهربائيه هناك في البلد، وجبنا لها ديب فريزر كويس جدا الحمد لله، وسعره الحمد لله كان كويس برضو. ما صورتش فيديو هناك لان انا ما كنتش ناويه، ما اعرفش نسيت ولا ايه، ما اعرفش بقى. انا كنت مبسوطه بقى باللمه والعيله وكلنا كنا مع بعض، وبنت عمي كانت معايا وكده. الهام دي تبقى اختي يا جماعه، هي مش بنت عمي بس الحقيقه. احنا الاثنين تقريبا في سن واحد، مولودين في نفس السن وفي نفس العمر. طبعا هي مش هتسنح الفرصه ان انا اوريها لكم في الفيديو، بس ان شاء الله لو في فيديوهات جايه اقدر اطلعها معايا بالعافيه هطلعها معايا ان شاء الله. طبعا بشكر الهام لان هي لفت معايا وكانت، وعماتي لانهم كلهم بصراحه شاركوا في الهدايا. مش شاركوا يعني ادوني رايهم، لا هاتي من عند كذا، هتلاقيه بسعر كذا، نجيب مش عارف كده، يعني كلهم طبعا بشكرهم. الهديه بتاعت ماما كانت الديب فريزر. هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الصور بتاعته لان انا ما صورتش فيديو زي ما اتفقنا. بعد ما شفنا الصور بقى بتاعت الفيديو بتاعت الديب فريزر بتاع ماما، اقول لها يا ماما برضو كل سنه وانت طيبه. يعني الحمد لله ان انا لحقت انزل البلد قبل موضوع الفيروس والكلام ده، والحمد لله كده انا اطمنت ان احنا وصلنا لك هديتك انا واختي واخويا وجوزي. بنقول لك كل سنه وانت طيبه. وطبعا بقول لحماتي بقى اللي هو الفيديو ده النهارده معمول علشانها، كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليكي لينا يا رب، ويديمك كده دايما فوق راسنا. احنا من غيرك فعلا ما نقدرش نعمل اي حاجه في حياتنا، يعني اي حاجه ممكن تكون خير في حياتنا بفضلك انت، بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، وبفضل دعواتك لينا، ربنا يخليكي لنا. والله العظيم مش بقول كده عشان بالمناسبه يعني هي خالتي، هي مش حماتي، انا ما بقولهاش حتى حماتي او كده، هي عارفه هي خالتي اخت امي، يعني من دمي ولحمي وكل حاجه. يعني لو جبت لك الدنيا دي كلها تحت رجليكي اكيد مش هيبقى كفايه. يا رب الهديه بتاعت النهارده تكون ان شاء الله تعجبك. يلا بينا بقى نحضر مع بعض الهديه ونلفها لفه هدايا حلوه كده، واوريكم كمان جبت لها ايه. تعالوا بصوا
بصوا يا جماعه، دي الهديه اللي انا جبتها لها. هي كان نفسها قوي في صواني بيتزا بصراحه، اللي هي التيفال. من زمان يعني كانت بتدور عليهم وكده. المهم بقى ايه، فانا اول ما لقيتهم كانت اختي جابت منهم في جهازها، فرحت ايه جايبه لها انا كمان الايه الطقم ده. هما 3 صواني كده اهو، 3 صواني تيفال. تمام. تمام. فدي هديتي. انا بقى معوده ولادي ان في عيد الام لازم كل سنه بنتي دي وبنتي دي يجيبوا حاجه، ان شاء الله حاجه رمزيه جدا لتيتا. احنا بنعمل كده مع تيتا خلاص مش هنقول الاسم، خلاص خلاص. ايوه. فريم جابت لها دي، ماشي، حاجه كده ديكور يعني تتحط في البيت. تمام. وساندي جابت لها ازازه بارفان. هنغلفهم بقى ونظبط كل الحاجات دي مع بعض. تمام. انا عايزه بس ايه، اول حاجه كنت عايزه اغلف دي كده بحاجه من فوق ونربطها ويبقى شكلها حلو، بس مش لاقيه عندي بصراحه الورق ده. اعتقد اللي هتيجي مقاسها الشنطه دي هتيجي مقاسها اهي كده. هديه ريكا مزيكا صغنطوطه. وهنا ممكن نحط هديه ساندي. ايوه دي اللي هي ازازه البارفان. حاجات بقى رمزيه كده يا جماعه، بتاعت عملتها فكها بتاعتي. حاجات رمزيه كده بس نفرحها يعني. طبعا كل ده ما يجيش اي حاجه يعني ليه يعني بعد تعبها معانا. بس حاجات رمزيه بقى كده، وهي لفته حلوه انك تخلي ولادك مثلا يقدموا حاجه زي دي يبقوا متعودين يعني. تمام. انا بقى دلوقتي اللي معايا الصواني دي، معايا ال3 شنط دول، مش عارفه اختار منهم اي واحده. تمام. فانا معايا ال3 دول. معلش التليفون رن وفصل الفيديو. تمام. فممكن دي عشان عريضه تيجي فيها. هشوف كده اهو، دي كويسه ولا دي؟ تهيألي دي شكلها احلى، صح؟ طب اجرب دي كده لو جت فيها. يا رب تدخل فيها، بس شكلها حلو عشان يبقوا كلهم طقم كده. دي صغنونه يا ماما. شوفي، لا جت مقاسها، شفتي مظبوطه بالظبط. انا زيك. زي ما قلنا يا جماعه، الهديه بقى مش ايه، مش بقيمتها بقى الفلوس وكده، لا. اهم حاجه تشوفي بس ايه اسمها ايه. اقول لكم الافيه بتاع الفيلم بيقول لك في فن اسمه فن اختيار الهدايا. يعني تشوف اللي قدامك محتاج ايه اللي هو محتاجه ممكن يفرحه. مش هنروح نعد هدايا ونجيب حاجات وخلاص، لا. ممكن تشوف بس هو محتاج ايه وتجيبه له، ده هيفرحه جدا. ادي كده الهديه الثالثه. واحنا ماشيين بقى ان شاء الله كده، وانا ماشيه هدخل برده كده اشوف حاجه تانية باذن الله. طبعا كل ده هتشوفوه في الفيديو. خليكم معايا ويلا بينا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدا مع بعض بقى الرحله بتاعتنا كلها. وبكده يا جماعه هكون جهزت للنزول. لبست الجلافزات وعملت الكمامه اهي. الكمامه دي على فكره انا عاملاها في البيت، لان احنا بندور على كمامات ما بنلاقيش. تمام. لو عايزين طريقه الكمامه دي ان شاء الله اعملها لكم في فيديو. وادي الاشياء هوريها لكم بقى واحنا نازلين ان شاء الله، اللي احنا حضرناها مع بعض. ومعنا بقى الانتي. استنى هوريكم. بصوا اول حاجه احنا معانا اللي هو الانتي، مش عارفه اسمه ايه كده، اللي هو بتاع ديتول ده، الجل. ده معانا اهو عشان لو يعني اي حاجه لاي ظروف. وده اللي هو احنا عملناه مع بعض، المحلول المعقم والمطهر اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو. وقلت لكم تستخدموه لكل الاغراض وكل الحاجات. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي احنا عملناه فيه ده ان شاء الله في صندوق في اول تعليق مثبت، عشان الناس ما بتخش صندوق الوصف ده. تمام. كده نعتبر جاهزين اهو، كله تمام والامن مستتب. وتعالوا بقى ننزل الشارع نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا يا جماعه بقى، دلوقتي هندخل المحل ده نشوف فيه حاجات برضو عايزين نجيبها. هندخل بصوا بقى، عشان ما كانش ينفع اصور تحت. دي الحاجات اللي احنا جبناها. جبنا الطاسه او الشوايه دي، هتشوفوا ان شاء الله كل ده في الفيديو اثناء الفيديو اهي. تمام. واختي عجبتها الجريل دي اللي هي بتبقى وشين دي، اوريها لكم. هي اختارت منها اللون ده. تمام. انا بصراحه قلت لها اللون ده جميل يعني، كان احلى لون فيهم، فهي جابته ليها. بس تابعوا الفيديو بقى، يلا بينا. الهديه بتاعتك وريها لنا. حبيبتي باي. دي بوسه.
وادينا دلوقتي بقى في الطريق، طلبت اوبر. قلنا بقى ايه، من اول من البيت للبيت كده احسن يعني، عشان مش ضامنين المواصلات كمان اليومين دول. فطلبنا اوبر وادينا في العربيه اهو في الشارع، قربنا نوصل خلاص. وصلنا. خش لا جوه. يلا 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 اي حاجه. وانت طيبة. قولي لي، هتقولي ايه يا ريم؟ انت مكسوفه؟ طب يلا بقى ادوا لتيتا الهديه. قولي لها كل سنه وانت طيبه يا تيتا. الله 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 الله، ده ايديكم الله. طب ليه كده بس؟ ليه؟ ما عندي والله يا قلت لها كل سنه وانت طيبه يا تيتا. الله جميلة، شكرا. وريني انت كمان يا كوكو، انت يا عسل، انت يا سكر. الله، تصدقي انا كان نفسي فيها ديت. ما يا ريم حست. وماما عندها. ماشي يا روح قلبي. كل سنه وانت، قولي لها بقى كل سنه وانت طيبه يا تيتا. ما مش عايزين نبص عشان لا بلاش. ماشي يا حبيبتي. يلا يا كل سنه طيبه يا خالتي. وانت طيبه يا روح قلبي. انت كمان يا وفاء. طبعا طبعا، الا انا. شوفي بقى هديه وفاء. يخليكي يا فوفا. جايبين اللي انا عايزاه. انا قلت لها يا خالتك عايزه واحده من دي. جايبين اللي انا عايزاه. جميله يا خبر ابيض، ده اللي بيصبر شنو يا جماعه. شفتي؟ شاطره، برافو عليك. مبروك عليكي يا خالتي. جميله كل سنه وانت طيبه. كل ما اروح اجيبها اكبر الدنيا. استنوا بقى، انت جايباني كده؟ انا يا خالتي كل سنه وانت طيبه وان شاء الله. انا عرفت اللي هي. انا عارفه انا ما انت حرقتي. انت مش عايزه اعرف عشان انا قلت اصلا انا زمان عرفت. قلت بس البنت ديت افتحي بقى وشوفي بقى اللون عشان افتحها بس وتشوف. انا قلت اجيب لك كده مقص برضه. او حاجه. لا دي خفيفه. شغال الفيديو. او سكينه من المطبخ على دجاج. اللهم صل على كامل النور. الصوت والسلام. انت يا بنت يا بنت، انت يا شقيه، انت عسل. ده انتوا بتجهزوا ست عمتك. تيتا بنجا. ايه رايك في اللون بتاعهم؟ حلو، جمال موف جمال. يلا كل سنه وانت طيبه يا خالتي. عقبال كل سنه يا رب. الله يخليك يا رب. حاضر. وانتي بالصحه والسلامه. تعملوا بخير يا رب ان شاء الله. هيبتلوا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه يا رب. ساندي انت وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليا. معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة ديا. ده انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي. انده عليك بسرعة تجري في حضني تيجي وتهربي. انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي. انده عليك بسرعة تجري بحضني تيجي وتهربي. وهو النهار جايبه لي انا الهديه دي، انا ما اعرفش والله العظيم. يا نهار ابيض، يا جماعه. هي كانت عامله فيا ايه ده؟ سندوسه يا روح قلبي يا كنت فاهمه ان انا جايباها دي لجهاز انا ليا. انا فاهمه ان هي جايباها ليها هي. يا لهوي يا سندوسه، جايباها لماما يا روحي. الله. طبعا انا اللي منقياها في المحل على اساس ان هي لاختي. واتاري ساندي عامله فيها مقلب. يا روحي يا ساندي، افتحي شيلي الكيس معايا. جميله. استنى الله، جميله حلوه قوي والله. انا فعلا كان نفسي فيها جدا جدا. الله. 10 على 10 اهي. طبعا هي معروفه عارفينها يعني اكيد. شوايه باللي هي بالغطا بتاعها. بتتعمل على الناحيتين كده لو عايز هنا شكل وهنا شكل. جميله يا سندوسه. تسلم ايديكي يا روح قلب ماما. ربنا يخليك. تسلم ايديك. انت ريم وساندي بقى. ريم وساندي الاثنين حبايب ماما. هاتوا بوسه. بوسه على الهوا. قولي بقى. جميل. شجعك وتجيبيها. ايوه قولي لي بقى ايه اللي حصل. انا وبابا وماما. ماما؟ انا وبابا. انت وبابا وخالته؟ هي وبابا وخالته.
قالوا ماما عايزه ايه؟ هيعملوا لها مفاجاه يجيبوا لها. اتفقتوا عليا يعني. بس احلى مفاجاه والله واحلى هديه. جميله يا سندوسه يا روحي. ده كانوا عايزين يجيبوا لك حاجه احلى من لا كده، والله. بس مفيش نصيب. لا والله دي جميله، ده انا كان نفسي فيها اصلا من زمان. بابا كان عايز يجيب لها كاميرا تصوير. بجد؟ طب رجعوا دي وهاتوا لا ما هو بقى ما لا جميل. بصوا يا جماعه الفيديو كله مليان مفاجآت، يعني انا اتفاجئت زيهم بالظبط. سندوسه حبيبه قلبي تعالي، كانت عامله لي بقى ايه مفاجاه. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم. انت وريكا تعالي يا ريكا، انت كمان اطلعي حبايبي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبه يا خالتي، وكل سنه وكل ام طيبه ان شاء الله يا رب. يعني اللي يقدر يفرح اي حد لو بحاجه بسيطه، ولو بكلمه بس، لو بزياره حلوه في يوم زي ده، هتبقى حاجه جميله ان شاء الله. هو ده بقى الفيديو بتاع النهارده. والفيديو عجبكم كده واتبسطتوا بيه، حطوا لنا لايك على الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، عيد ام سعيد لكل الامهات يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوناش من صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.